شوفوا لي هذا السد البسيط الصغير اللي بتبوك بسعودية مسوين هذا السد فقط لمياه السيول والأمطار. تمام، عندهم وديان هناك فمسوين هاي السدود البسيطة الصغيرة. طبعا احنا من العراق هم نقدر نسوي هاي السدود البسيطة السهلة اللي بأشهر نقدر نبنيها، وعندنا وادي حوران، عندنا هواية أودية كركوك ومناطق أخرى نقدر نسوي هيك سدود سريعة فورية، نستفاد من السيول والأمطار اللي إجت. الجزء منها راحت للحبانية وثرثار، والأكبر راح إلى شط العرب. نقدر نستفاد منها عن طريق هاي السدود. بالمستقبل أيضا نقدر نبني سدود عملاقة وكبيرة حتى نخزن أكبر عدد ممكن من المياه، لأن السنوات اللي راحت كان عدد العراقيين كلش قليل، ولكن هسه عددنا صار كلش هواية، فنحتاج مي كلش هواية حتى نبني السدود. العراقي كان ما يتعدى 20 مليون، احنا هسه 45 مليون، فنحتاج نبني سدود ونبني بحيرات ونبني هيك سدود بسيطة حتى نخزن مي للصيف ونستفاد منه للزراعة للسباحة وهواية تفاصيل أخرى. أتمنى تكون حركة فعلية جدية ولو بسيطة، بس إلها دور، مثل هذا السد البسيط اللي مسوينه بالسعودية بالتبوك. نقدر احنا نسوي مثل هذا وأضبط من هذا أيضا.